متابعينا الكرام، السلام عليكم. التفاصيل بدات من اللي بعض المواقع نقلت الخبر بأن فاطمة النجار وعمر بن حماد كانوا في الطوموبيل ديالهم بجنب البحر والبوليس شدوهم. هذا هو الخبر الأول. ومن بعد جات بعض الصحف والمواقع اللي ركبت على الخبر وزادت بأنهم كانوا كيمارسوا الجنس أو متلبسين بعلاقة جنسية. أنا غنقول الرأي ديالي الخاص بي أنا، ربما نكون صائب أو مخطئ. في هذه القضية عندنا مجموعة ديال التساؤلات نخدموا فيها على العقل ديالنا. التساؤل الأول: كيفاش قياديين ميسوري الحال ما لقاو فين يمارسوا الجنس غير جنب الشاطئ اللي الناس غادية جاية، ما لقاو لا دار لا بارتما لا والو. التساؤل الثاني: كيفاش البوليس قال لك اللي شدوهم كانوا كتار، مجموعة ديال البوليس بالسطافيط والطونوبيلات وبالماطر في وقت واحد داروا بهم. يعني هذا كاين احتمال ماشي بعيد يكونوا مراقبينهم متبعينهم، وهذا الشيء ماشي بعيد يكون مدبر ومبلالين لهم هذا الشيء. ربما كاين تساؤل اخر: كيفاش هذا الشيء بالضبط، هذا الشيء جا بالضبط ملي قربت الانتخابات؟ ودليل اخر بان الصحف والمواقع اللي ركبت على الخبر ودخلت في هذه القضيه دخلت فيها التيارات والاحزاب الاسلاميه، وبدات كتشوه الصوره ديال الاسلاميين وكتفرغ غضبها عليهم وكتحذر المواطنين من الاحزاب الاسلاميه. يعني القضيه كانت في قضيه دخلوها في السياسه، دخلوا فيها السياسه، رغم ان اي واحد كيدير شي حاجه تيكون داك الشخص هو المسؤول عليها. هما دخلوا فيها السياسه والاحزاب والاسلاميين والتيارات كما كيقولوا ملي كطيح البقره كيكثروا السكاكن. يعني كاع داكشي اللي كانوا داخليا خازنينه جات هاد القضيه ويفرغوا كاع داكشي اللي عندهم لداخل، كاع داك الغضب على الاسلاميين خرجوه في هاد القضيه. وهاد المواقع وهاد الصحف اللي ركبات على الخبر اغلبيه ديالها كتكون اغلبيه مالكينها رجال ديال المخزن واللوبيات اللي شنو اللي عينهم غير في الاسلاميين. وشحال من واحد، حنا كاع كمثال دابا في المغرب بالنسبه لرجال السلطه والامن، شحال من واحد قال كلمه الحق ولفقوا ليه قضيه ودخلوا للحبس. هاد رجال السلطه والامن يقدروا، ودوك اللوبيات يقدروا المتهم يجعلوه بريء والبريء يديروه متهم. علاش القضيه ديال ابتسام الشقر ملي حصلوها مع العاشق ديالها ما داروا لها هاد الدجه كامله هذه وهاد الصحف وداكشي؟ صافي ستروا على القضيه وبحال ما كاين والو، قالوا راه زواج عارفي ودازت القضيه هي هذيك. وهاد القضيه حتى مثلا رجال الامن كاع نشوفوا دابا واش رجال الامن اهل ثقه، واش اي خبر كيقولوا نثقوا فيه ولا لا. شوفوا الفيديوهات ديال رجال الامن كيفاش كيتعاملوا مع المواطن، كيسبوا الرب وكيسبوا الناس بالهضره الطايحه بحال هذاك، بحال هادو اللي كيسبوا الرب ويسبوا الناس قادرين باش انسان صالح يردوه مجرم. واللي كنطلب انا من البنادم ما يبقاش يطعن في الاعراض ديال الناس. ربما يكون خبر كاذب، وحتى هادو المتهمين مازال ما عطاوهم الفرصه باش يهضروا ويعطيو تفسير لهذه القضيه، والقضاء مازال ما قال الكلمه ديالو، ومازال ما ظهرت جميع التفاصيل، والعجله من الشيطان. الخبر باقي مشكوك فيه. الخبر اللي مشكوك فيه هي القضيه اللي قالوا انهم كيمارسوا الجنس جنب البحر، الناس غاديه جايه ما لقاو لا دار لا بارتما لا حتى بلاصه اخرى، ما بان لهم غير البحر في البلاصه العامه حدا الناس غاديه جايه. هذه هي القضيه اللي ما بغاش تدخل الراس. حنا دابا ما كنسمعوا، مازال ما شفنا والو، والله اعلم. ونتمنى يكون الراي ديالي صائب، والسلام عليكم.